ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اعتقد كل اللي يعرفني عارف دلوقتي ان انا بقيت شغال في العقارات. طيب حابب اعرفكم بس انا شغال فين في العقارات بالظبط، انهي مشروع. انا شغال على مشروع اسمه بيت الوطن في التجمع الخامس. مش حابب ان اطول عليكم في الفيديو ده، فانا هشرح لك بسرعه كده ليه اسمه بيت الوطن. عشان عملوه للناس المغتربين بره مصر، اللي حابب يجيب شقه هنا يستثمر فيها او حتى يسكن فيها بعد ما يرجع، فسموه بيت الوطن. مؤخرا بقى المصريين هنا اصلا في مصر بدأوا ان هم يشتروا بيت الوطن بكمية كبيرة جدا وضخمة جدا، عشان موقعه المميز وعشان الخدمات اللي فيه بعد كده. طيب انت حضرتك لما تيجي تشتري عقار، اول حاجة لازم تبص عليها العقار ده موجود فين بالظبط. فاللي بيميز بيت الوطن ان هو موجود ما بين الحاضر اللي هو التجمع وبين المستقبل اللي هو العاصمة. فبيت الوطن ده ميزته الكبرى انه بيجمع بين الحاضر والمستقبل، يعني هو في النص ما بين التجمع وبين العاصمة. فدي ميزة قوية جدا جدا جدا. موجود شمال بيت الوطن طريق السويس القاهرة الصحراوي، وغرب بيت الوطن محور محمد بن زايد وده بيوصلك دايركت للعاصمة الإدارية. وشرق بيت الوطن كومباوندز بأسامي كبيرة جدا هقولك عليها. وغرب بيت الوطن موجود منطقة النوادي التانية اللي هي فيها النادي الأهلي ونادي الشرطة وخلافه. طيب بيت الوطن ده عبارة عن أحياء فردية وأحياء زوجية. الأحياء الفردية دي الحي الأول والثالث والخامس والسابع، والأحياء الزوجية اللي هو الثاني والرابع والسادس والثامن. وبينهم منطقة كبيرة جدا، منطقة هتبقى عبارة عن حدائق وعبارة عن خدمات كبيرة، واحتمال يبني فيها كومباوندز برضو كبيرة اسمها منطقة الفيو زون. جنب الأحياء الفردية اللي هو الحي الأول والثالث والخامس والسابع كومباوندز ببيج نيم، أسامي كبيرة جدا زي ماونتن فيو أي سيتي، زي بالم هيلز. الكومباوندز الكبيرة دي بتبني حاجة اسمها ستريب مول. الستريب مول ده بيبقى مول ضخم جدا فيه كل الخدمات اللي تتخيلها. فبالتالي انت حضرتك وانت ساكن في بيت الوطن مستفيد جدا ان انت جنب الكومباوندز الكبيرة، وبالتالي مستفيد بالمولز اللي بتبني للكومباوندز الكبيرة دي. وحتى في الاحياء الزوجيه انت جنب النادي الاهلي وجنب نادي الشرطه، ففي خدمات قويه جدا عند منطقه بيت الوطن. فده افضل مكان دلوقتي تستثمر فيه، وافضل مكان حتى تشتري فيه بمساحات مختلفه جدا جدا، واسعار يعني قليله جدا جدا جدا. احنا عندنا في الشركه اسعار يعني قليله جدا مقارنه بالمساحه، ومقارنه بالمميزات اللي حضرتك هتاخدها لما تسكن معانا في بيت الوطن. وغير كمان انظمه السداد انظمه مختلفه جدا جدا جدا. فمش حابب زي ما قلت لكم اطول عليكم في الفيديو، انا اديت لكم هنت كده عن بيت الوطن وعن المشروع اللي انا شغال فيه. فانت حضرتك لو حابب تعرف مميزات اكتر ابعت لي مسج، وان شاء الله هعرفك كل التفاصيل. واتمنى كمان اشوفكم ونعمل ميتنج في الشركة اللي انا شغال فيها. فانت لو حابب تعرف تفاصيل اكتر ابعت لي وهقول لك التفاصيل كلها. سلام.